اهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة الريدز. انا عارف ان احنا بنتأخر عليكم، ما بنتكلمش كتير عن ليفربول، بس يعني قلنا نيجي دلوقتي وده احسن وقت، لان بعد كده خلاص مفيش توقف، مفيش فرصة احسن من كده ان احنا نقعد نتكلم شوية عن الفريق. الفريق واصل لفورمة كويسة لحد دلوقتي. هنشوف هل هيقدر يكمل، هنتكلم عن كل الحاجات دي، هنتكلم عن الماتشين المدعكة ريال مدريد ومانشستر سيتي. هنشوف اللعيبة ممكن تعمل حاجة كويسة فيه ولا لا، وهنشوف هل ليفربول فعلا محتاج صفقات في الشتاء، ولا ممكن عادي نكمل الموسم كده. فعشان ما نطولش عليكم كتير، يلا بينا نبدأ ونخش نشوف هنقول ايه النهارده. طبعا كلنا عارفين ان مدرب جديد، محدش كان متخيل ان ليفربول ممكن تكون متصدره دوري ومتصدره تشامبيونز ليج حتى، وتشامبيونز ليج اتغير وتتعمل فيه حاجات جديده، بس ليفربول قدرت ان هي تتصدر الاثنين. دي كانت حاجه محدش متوقعها، يعني حتى لما ارني سلوت جه محدش كان يعرف مين ده اصلا. وكمان جاي من دوري مش قوي قوي، الدوري الهولندي يعني ماشي فيه مواهب وفيه كل حاجه، ولكنه مش احسن دوري تجيب منه خامة مدرب. شفنا قبل كده حبايبنا اليونايتد جابوا تنهاج وحالهم عامل ازاي دلوقتي. ف كانت مفاجأة بالنسبة لنا ان ارني سلوت يتصدر بداية ما شفناهاش قبل كده، يمكن دي كانت احسن بداية لليفربول في الموسم. مفاجأة حلوة، مفاجأة تبسطنا كلنا، بس عايزين بقى المفاجأة دي تستمر، عايزين سلوت يفضل محافظ على اللي عنده ده. مفيش فرصة احسن من كده انك تفضل متصدر الدوري. السيتي مش شايفة قدامها. السيتي وحشة، فدي مش حاجة دايما بتشوفها ان السيتي تبقى وحشة للدرجة دي، وانها تخسر نقط كتير وكمان تبقى متصدر عليها فرق 5 نقط. فانك تقدر تحافظ على ده، فده احسن فرصة ليك انك تاخد بطولة. الناحية التانية في دوري الأبطال مفيش فرقة لحد دلوقتي قادرة تثبت نفسها، يعني حتى برشلونة بنشوفها كتير كمان بتقع، وريال مدريد زي ما انتم شايفين مش قوي برضو، لسه القوام مش ثابت، لسه في مشاكل ما بينهم، لسه اللعيبه مش عارفه تنسجم مع بعض. فدي احسن فرصه ليك ان انت تعرف تاخد بطوله الموسم ده. محتاجين ايه؟ محتاجين صفقات. الفرقه في بعض العناصر فيها لو اتصابوا واحنا رحنا في داهيه، يعني خط الدفاع ده لو اتصاب منه واحد انت خلاص اوت. بعيدا عن الباكين، انا اقصد الاثنين سنتر باكس بتوعك، فان دايك او كوناتيه. جوميز مش هيشيلك، ولا كونسا شفناه قدام كريستال بالاس كان عامل ازاي في اول ماتش، فانت متخيل يعني لو كوناتي اتصاب وفان دايك جراله حاجه انت خلاص اتسوحت. فانت محتاج صفقات. وكمان محتاجين برضو نعالج فكره ان انت تبدا الماتش احسن من كده، لان في ماتشات كنا بنشوف ليفربول ساعتها نايم، ما جاش نص ملعبك بيبقى معدوم، مش عارف يعمل حاجه، مش عارف يصنع، مش عارف يطلع من نص ملعبه اصلا، مش عارف يساعدك خالص. فالحاجات دي محتاجه لعيبه جديده، محتاج تضخ دم، محتاج لعيبه، محتاج لاعب يقدر يصنع لك فرص كتير من نص الملعب. يعني سوبوسلاي لحد دلوقتي لسه مش ظاهر قوي في الحته دي، يخرب بيت القطر. فانت محتاج لعيبه تصنع لك فرص في نص الملعب، يعني سوبوسلاي لحد دلوقتي مش عارف يأدي الدور ده. ماك أليستر برضو يعني ماتش وماتش لا، مش ثابت قوي مستواه، ساعات بيبقى عنده اجهاد بدني مثلا، تحسه مش قادر في الملعب كده. الوحيد اللي ظاهر عندك بشكل كويس هو جرافنبرخ وكيرتي جونز برضو، الراجل اللي لما بينزل فعلا بتحس بفرق في نص الملعب، بتشوف صناعه فرص. اليوت لما يرجع هتبقى اضافه حلوه جدا، لان اليوت يعني بيلعب ناحيه اليمين كويس وبيلعب في نص الملعب كويس، وشفناه قبل كده بيقدر يسجل وبيقدر يصنع، ماشي هيبقى حاجه كويسه. كيزا برضو لما يرجع تمام، بس انت المشكله عندك مش في خط الهجوم، انت المشكله عندك في نص الملعب. فاحنا هنا في برنامجنا عملنا سكاوت، شفنا شويه لعيبه ممكن ليفربول يجيبهم، لو جاب منهم اتنين على الاقل ممكن يكمل الموسم ده بشكل كويس، وممكن فعلا يقدر يحقق بطولات. كمان لو حصل اصابات لا قدر الله في اي خط سواء نص الملعب او الدفاع يعني، ممكن عادي ده يلحقه. فهنذكر بعض اللعيبه كده. سامعين بعض الصفقات كده قبل الشتاء ما يجي، ان ليفربول بيسأل عن كيركيز، بيسأل عن روبنسون الباك شمال بتاع فولهام. اخبار مش موثوقه قوي، ولكن ممكن نشوف حد منهم، مش عارف. بس انا شايف ان مش المشكله قوي في الباك ليفت دلوقتي، يعني روبو عمل ماتش وحش قدام ارسنال، بس الراجل ماسك نفسه شويه. تسيميكاس لحد دلوقتي برضه شغال، مش سيء. برادلي لما ارنولد بيتعب او بيتصاب بيبقى كويس، مش وحش يعني، مش اللي هو اللعيب اللي هيوقع لك الفريق.
بس هي الفكره دلوقتي في خط الدفاع، لو حد جرى له حاجه من فان دايك او كوناتي انت رحت في داهيه. فعندنا بعض الاسامي ممكن ليفربول تقدر تتعاقد معاهم في الشتاء. عادي ليفربول يقدر يتعاقد مع لعيبه في الشتاء، انت ما جبتش ولا واحد في الصيف، يعني الوحيد اللي انت جبته كان كيزا، مش عارف جايبه ب 12 مليون ولا حاجه. فاللي هو طبيعي طالما انت شايف فريقك ماشي كويس تساعده بقى، تجيب لعيبه تخليه يتحسن، مش تفضل سايبه لحد ما يخسر ونستغرب في الاخر ايه ده، ايه اللي وقع ليفربول كده. فعندنا 3 لعيبه في خط الدفاع ممكن ليفربول يقدر يتعاقد مع واحد منهم في الشتاء. فانا شايف هنكابي مدافع ليفركوزن حل كويس جدا ليك، بيلعب ناحيه الشمال، يعني لو فان دايك جراله حاجه الراجل ده يسد عادي وسريع، مش عبيط يعني، مش اللي هو بطء النمله، لا هو سرعته كويسه وممكن عادي ياخد الكره العاليه. حد تاني ايناسيو مدافع سبورتنج، كنا سمعنا قبل كده كلام عليه برضو ولكن الصفقه ما تمتش. هو الفتره دي ما بيشاركش بشكل دايم، يعني في ماتشات بيلعبها في ماتشات بينزل بديل، اعتقد عنده اصابه. بس سبورتنج نفسها ماشيه كويس وهو لعيب كويس من كذا موسم. لعيب كمان برتغالي انطونيو سيلفا مدافع بنفيكا، لعب مع برتغال كذا مره في اسمها ايه البطوله بتاعت الاوروبا التعبانه دي؟ ايوه ماشي. قول النيشنز ليج اسف. لا يا ده قول النيشنز ليج. ماشي. لعب مع البرتغال كذا مره في النيشنز ليج، فممكن عادي يشارك معاك، حتى هو مش هيشارك بشكل اساسي، انت لسه هتجيبه وهتدخله في الفرقه وهتشوف وهتفهمه ازاي طريقتك وكده، بس يبقى معاك واحد يساعدك لو لا قدر الله جرالك مصيبه زي اصابه كوناتي او فان دايك. نص الملعب اللي انا شايف ان هو اهم حاجه، انت لازم تخش في صفقة في الشتاء تجيب حد في نص الملعب، سواء 6 أو ممكن كمان 10، لأن أنت نص ملعبك ولا قادر يصنع فرص كتير ولا قادر يقطع الكرة كتير غير من جرافنبرغ. فنص الملعب سمعنا ان زوبيميندي خلاص مش عايز يجي، انا قاعد في اقليم الباسك مع سوسيداد، هنقعد انا ابقى اسطوره هناك ومش عارف ايه، طبعا ده اي كلام، هو مستني عرض السيتي يعني، ولا يهمني ولا فارق لي ولا عايزه. في بديل تاني هو اكبر سنا طبعا، فابيان رويز عمل يورو جامده جدا. مش احسن حاجه، راجل كبير، بس انت تعاقدت مع الكنتارا وهو في نفس السن تقريبا، فممكن عادي تجيبه ويلعب معاك موسم يا سيدي، بعد كده خلاص شكرا مش عايزينك، وكمان مش بيشارك قوي مع باريس فانت سهل انك تتعاقد معاه. حد تاني إيدرسون، نص ملعب ماشي. إيدرسون نص ملعب اتلانتا اللي اخد اليوروبا ليج، راجل ما شاء الله يعني، جسم رهيب، بياخد الكرة من اي حد، ما بيعديش، وبيشارك كتير مع اتلانتا، بيساعدهم يعني، مش سيء، وبيقطع كرة كويس، وزي ما قلت لكم جسمانيا حلو وياخد الكور العاليه، فده ممكن يساعدك ان انت تشتريه، وكمان مش هيبقى غالي قوي، انت هتجيب واحد من ايطاليا انت حطيت 50 مليون شكرا، احنا مش عايزينها، يمكن اقل كمان من 50. فممكن نشوف حد زي ده، ويعني وبرضه يفكرنا بفابينيو شويه اول ما جبناه، برازيل يعني. نروح للفريق اللي ماشي كويس جدا سواء في اليوروبا ليج او في الدوري الايطالي برضو، لاتسيو الفرق بينه وبين متصدر الدوري نقطة يعني، وهو المركز مش عارف السادس ولا الخامس، في جنان في الدوري الايطالي الفترة دي. لاتسيو عندها CDM جايبينه اعاره من يوفي، ريفولا كويس جدا، عمل موسم رائع، ساعات بيلعب مع المنتخب مش بشكل اساسي لان لوكاتيلي بيبقى موجود، بس لسه صغير في السن 22 سنة، واعتقد برضو نفس الكلام لو رحت قلت لليوفي احنا عايزينه، مش هيقعدوا يطلبوا ارقام مهولة يعني، لان يعني خلينا نكون متفقين ليفربول مش من اللي يروح يشتري نجم، يعني هو مش هيروح يشتري باريلا مثلا، ما فيش الحتة دي عندنا، ده من زمن الزمن يعني. فعادي لعيب زي ده ممكن تجيبه وسنه صغير هيساعدك قدام. اخر لعيب معانا اليخاندرو باينا، كسب الاولمبياد مع اسبانيا في الاولمبياد اللي فاتت، برضه سنه صغير بس صانع العاب حلو جدا، وبيلعب في فياريال فبرضه سهل التعاقد معاه. بس هل الكلام ده يعني، لو انت سألتني انا نفسي نتعاقد مع مين، انا في خط الدفاع نفسي نتعاقد مع ميكي فان ديفين الصراحه، انا عايز الواد فان ديفين ده سريع قوي وجامد قوي، ويعني مستحرمه في توتنهام والله. فهل ممكن ليفربول نشوفها داخله فعلا في الشتاء جايبه 2 3 او واحد على الاقل في نص الملعب؟ مش عارف، ولكن انا شايف ان انت عشان تستمر على اللي انت فيه ده لازم على الاقل صفقتين 3 في الشتاء عشان تقدر تواكب وتقدر تنافس السيتي لما لاعبتهم يرجعوا وفعلا يبقى الفول سكواد موجود.
وبس دي كانت نهاية حلقتنا. احنا قلنا منطولش عليكم، ان شاء الله بعد ماتش السيتي وريال مدريد هنحاول نعمل حلقة تانية. متنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وتابعونا على فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم الحلقات الجاية.